أسعد الله أوقاتكم جميعا. كلنا سمعنا الأسبوع الماضي عن الحادثة اللي كلنا شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه في فتاة باكستانية كانت تسحب شاب سعودي بسلسلة وتجره على كورنيش جدة. وفعلا الحادثة كانت ترند، بعيدا عن إنه هو تم القبض عليه. أنا سؤالي لهذا الشاب، أفهم إنك أنت خاروف للبنت هذه، ولكن كيف نفسك وكرامتك وإنسانيتك وضميرك قبل انك انت تكون زي الكلب، وحدة تجرك قدام الناس وأمة لا إله إلا الله شافتك وهي جالسة تجرك؟ كرامتك ما صعبت عليك، إنسانيتك ما صعبت عليك، أنت كرجل ما صعبت على نفسك، ما صعبت على حالك وانت جالس تنجر قدام أمة لا إله إلا الله، اللي ما يشتري يتفرج على كورنيش جدة وكل الناس شافوك سواء كنت مقنع ولا غير مقنع. أنا نفسي أعرف الناس هذه كيف تقبل على نفسهم الإهانة أمام الناس، بغض النظر إذا أنت كنت تبغى تصير ترند ولا ما تبغى تصير ترند، ولكن كيف نفسك من جوا قبلت إنه واحدة تيجي تسلسلك من رقبتك وتحط لك قفل وتسحب فيه قدام الناس، قدام الكبير وقدام الصغير وقدام أمة لا إله إلا الله وكل الناس شافت الواقعة هذه؟ نفسك من جوا يعني ما أوجعتك؟ ما ألمتك؟ نفسي أعرف، ما فكرت مليون مرة قبل ما تحط لك الطوق ولا تحط لك السلسلة على حلقك وتجرك قدام الناس؟ يا أخي والله العظيم نفسي أعرف الناس هذه كيف تفكر، كيف عقليتها قبل ما تصور، قبل ما هي إن هي تنهان، كيف قبل على نفسه إنه هو يكون زي كذا؟ بعيدا عن البنت، إنه هذه طبعا حتكون، طبعا البنت خلاص إنه سوف يتم إبعادها، طبعا إن هي خالفت الآداب العامة أو الأشياء اللي هم حاطينها يعني. كيف هو كشاب كيف رضي؟ بس سؤالي، والله أنا ما يوجعني إلا أنه هو كل الناس شافوه، أهله ما صعبوا عليه، ما فكر والله أنا أهلي لو عرفوا إيش راح يصير موقفه قدام أهلي، قدام أصحابي، قدام الناس هذولهم كلهم. والله العظيم هذا الشاب طبق المثل اللي ينقال: لا تخلي من نفسك قمامة عشان لا يجي الديك يبعثرك. أنت طبقت هذا المثل بحذافيره، خليت من كرامتك ومن إنسانيتك ومن رجولتك قمامة، وجات البنت هذه بعثرتك قدام الناس، أهانت كرامتك قدام الناس. ما عندي غير أقول يعني الله يهديك ويصلح من أمرك، بس ما عندي حاجة ثانية أقولها لك.